تكريمك مؤخرا من ملك المغرب يا استاذ هاني. صح؟ طبعا. احكي لي عن اللحظه دي. لا مش قادر اقول لك السعاده اللي انا فيها طبعا، والحقيقه يعني الشعب المغربي وجلاله الملك محمد السادس الحقيقه يعني مش عارف اقول لك ايه، قد ايه متواضع، قد ايه كريم، قد ايه جميل، قد ايه بالرغم من مشاكل الدوله دي كلها لكن هو حريص كل سنه انه يكرم مجموعه من فنانين. الفنانين والعلماء والدكاتره ودكاتره الجامعه. الحقيقه يعني انا بشكره جدا جدا على اللمحه الانسانيه الجميله. وبقيت وانا طالع خايف، انا مش عارف هقول له ايه. انا ما اعرفش على فكره، انا لحد دلوقتي انا اتكلمت ولا قلت ايه بصراحه من خوفي يعني. والله العظيم يعني لكن بمنتهى التواضع. بصي واقف بيرد وبيتكلم بمنتهى الحب وبالذات وفاتح تقليدي قلبه، المغربي. ما حسسنيش ان انا برغي اي كلام ولا بقول اي كلام. يعني بمنتهى الصدر الرحب قاعد بيسمع الكلام وبيرد. انت محرج ومش لاقي كلام وممنون وخلاص. طبعا انا سعيد بتكريم حضرتك جدا وبحب حضرتك جدا وبقدر حضرتك والشعب المغربي. مش عارف ايه الكلام اللي بيطلع. حضرتك هو بمنتهى التواضع والحب والبساطه بيرد وانا الحقيقه يعني حقيقي بحبه جدا جدا جدا. هو شعب يتحب والحقيقه أوي كمان ان قيادته ودوده ومحبه للمصريين. الشعب المغربي عشان كده لما عملوا ليله مغربيه انت شاركت فيها يا استاذ هاني. طبعا وليا الشرف لان انا عملت له غنوه جلاله الملك، والحقيقه سعيد بيها جدا ان انا غنيت لهذا الملك العظيم والكبير. الشعب المغربي حقيقي شعب. عايز اقول لك مثلا يعني اكتر بلد فيها مهرجانات غنائيه النهارده على الساحه الفنيه المغرب. يعني معظم البلاد اللي موجوده في المغرب دي كل بلد لها مهرجان. صحيح. يعني وكل المهرجانات الكبيره طبعا برعايه جلاله الملك. فهو مهتم بالحاله الثقافيه والفنيه، انه يحب دايما ان الشعب المغربي يسمع كل الناس.